السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده هنعمل احلى قرنبيط معاكم، بس معلش النص يعني اللي هو السليق القرنبيط اتحذف مني، معلش. معانا السلطة ومعانا القرنبيط. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان نوصلكم كل جديد. خش بقى على المقادير وشوفوا الطريقة عاملة ازاي، وحاجة كده جميلة ومقرمشة. والله بصوا مقرمشة جدا، جميلة جدا، حاجة جامدة جدا. متنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هو اللي هو سليق اللي هو سليق القرنبيط، هي غلوة والتانية تطلعها على طول، غلوة والتانية وتطلعها، هو هيكمل سواه في الزيت، غلوة والتانية تطلعها على طول. يلا نخش، مش هطول عليكم، يلا نخش على المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده بقى هنعمل قرنبيط. انا سلقته، معلش المقطع ده اتمسح مني. سلقته يعني ايه، غلوتين ميه سخنه بشويه ملح بس. انا ما بحطش كمون، في ناس بتحط كمون، عاوزه تحطي كمون حطي اللي انت عاوزاه. بصي نص غلوه، يعني غلوتين، الغلوه التانية وطلعيها على طول. بصي اهي بتشوفيها من هنا كده دخلت الضفر، خلاص استوت، ولسه هكمل تسويها في الزيت برضك. بصوا القرنبيط معانا، قرنبيطه كبيره، واوريكم بقى طريقه العجينه، الغلاف بتاعها يبقى عامل ازاي. هاتلكم تاني بعد ما حطينا الدقه، وهنحط بقى الميه، وحطينا بقى الدقيق اهو، هنقلبه ونرجع لكم. وبتقلبوا حماتي هي بتقلبه، ادعوا لها والنبي اللي ربنا يشفيها اهو. وحطينا بقى معلقتين كبار نشا، ولسه بردك عشان القرنبيطه كبيره، واوريها لكم بعد كده. لازم تربوه قوي كده. بصوا حماتي عماله بتربه جامد، ولسه هنحط البيض، بس نشوف الاول القوام بتاعه عشان نحط البيض. بصوا بقى احنا رفقا للغليان والحاجات دي انا حطيت 3 بيضات بس، عاوزين تحطوا اكتر حطوا براحتكم، دي شيء ترجع لكم انتوا، بس 3 بيضات انا حطوها. وحطينا بقى الزيت، ولازم يبقى سخن خالص قوي. ونجيب بقى الطبق بتاعنا. اللهم صل على النبي. نذكر الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. هغطس في العجينه كده. بصوا ما نكترش فيها قوي عشان ما يبقاش ايه مليانه عجينه، والعجينه تكفي معانا احنا بقى ايه الاقتصاد بتاعنا وكده عشان تقضي معانا. هوريكم انا بحطها عامله ازاي. لازم يا جماعه الزيت يبقى سخن. بصوا اهي انا ما كترتش في العجينه فيها كتير، يا دوب اغطسها واحطها في الزيت على طول، اغطسها واحطها في الزيت على طول. حاجه سهله جدا وجميله جدا، وهو بقى توفير في الاقتصاد والله، ولا بنلاقي توفير ولا اي حاجه خالص، ربنا يسترها علينا يا رب. تتحمر وارجع لكم. ورجعت لكم تاني اهو. بصوا لسه بردك ايه، لسه اللون بتاعه الذهبي. قلبيه من كل الجوانب كده عشان يبقى لونه ايه، ياخد كل اللون، وتسيلي الاتنين اللي ماسكين في بعضيهم كده، او عادي يعني مش فارقه بردك. تتحمر واوريكم شكلها عامل ازاي. احنا حطينا لها النشا ديت عشان ايه، ما تشربش، ما تبقاش شاربه زيت كتير بس. احنا حطينا لها المعلقتين النشا دول عشان ما تشربش زيت كتير بس. نشا ودقيق وبيض وثلاث بيضات، 3 بيضات، او زي ما انت تحبي بردك انت، كل واحد على حسب مقدرته. اهو بصوا شكله ولونه وطعمه جميل جدا، جربوه هتعجبكم جدا. والتومه حطيت ملح وفلفل، ملح وشطه وكمون، لا مؤاخذه. بصوا بقى يا جماعه القرمشه، سامعين صوته؟ لسه في النار اهو، سامعين صوته؟ سامعين صوته؟ اهي القرمشه اهو بكسرها اهي. بصي القرمشه، بسمعكم بس الصوت. تاني مرة اهو عشان ما وريتكوش اول مرة. بصوا اهي بنغطس بقى كده كده في الوردة دي كده اهي، وايه، وندخل، نحط على النار زيت سخن عشان تعمل على طول، زيت سخن، زيت غزير. الاقتصاد بقى بتاع الزيت والحاجات دي، انا لحقت نفسي بايه، جبت التومين وقلت اعمله على طول. عشان بيسحب زيت كتير قوي. زي ما انتوا شايفين اهو. لازم يبقى الزيت سخن كده عشان تقفل على طول ايه العجينه، ما تسيحش ولا تفرق. نصلي على النبي كتير ونذكر الله، لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وسلم وسيدنا محمد على افضل الخلق.
اشرف الخلق اهو اجمعين اهو. بقول لك احلى قرنبيط شفتوه في حياتكم. بصوا شكله جميل جدا، بصوا الكميه قد ايه، كتير قوي اهو. هو دوت بس البواقي اللي هي بتاعت العجينه، عملتها بردك ما رميتهاش بردك. بصوا شكلها جميل جدا. وحطينا بقى في الطبق التقديم عشان ناكل، وكله بألف هنا والشفا. بصوا حاجه كده في الجون، وشويه سلطه جنبيهم ودقه عليها، والف هنا وشفا. متنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه، بس اعملوا لايك.